أن تكون صديق لأحد ما هذا أمر يسير على الجميع، ولكن أن تجسد الصداقة في لحظات الموت هذا لا يحدث إلا في كربلاء. لم يكونوا أصحاب الحسين مجرد أصحاب، بل كانوا دروع بشرية، وهم كانوا على يقين مطلق بموتهم. والإمام الحسين بليلة العاشر قال لهم أنتم في حل من بيعه، خلص. وهذا الليل اتخذوه جملا وتفرقوا في سواده. دنيا ليل روح، فإن القوم يطلبوني ولو ظفروا بي انشغلوا عن غيري. هذول الجيش جاي علي أنا شخصيا. وهنا أطفأ الإمام الحسين السراج، قال لك حتى خاف واحد يستحي، وهنا أسقط عنهم التكليف الشرعي. يعني اللي يريد يروح بعد مو حرام عليه. وإذا بزهير بن القين يقوم ويقول له والله لو قطعت إربا إربا ثم نشرت ثم عدت إلى ذلك 70 مرة ما تركتك يا أبا عبد الله. ويقوم بشير الحضرمي ويقول له أكلتني السباع حيا إن تركتك يا أبا عبد الله. ويقوم واحد ثاني ويقول له لا نختارك بدلا من أحد، ولو خيرونا بين الدنيا والآخرة لاخترناك. عجيب، شنو من رباط الجيش هاي؟ شو منطيهم الإمام الحسين؟ منطيهم فلوس؟ لا. منطيهم ثروة؟ لا، بس منطيهم جنة. اليوم بحياتنا اليومية كل صداقاتنا، لا بل كل علاقاتنا المقربة مبنية على المصالح. إذا أردت أن تكون صديقا حقيقيا فتذكر حبيب، زهير وبرير وجون وعابس، وكن مثلهم.